السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنقضي يوم كده حلو في المطبخ. هنعمل أكلة مش مكلفة خالص خالص، وفي نفس الوقت يعني بص بناكله منها ايه لما بنشبع، لأن الأكلات الشعبية دي أنا بحبها قوي. تمام. بصوا هنا بقى المطبخ كان يضرب يقلب. أنا عايش كل يوم معايا كده ايه من أوله لآخره. أنا كنت الصراحة غديت ولادي، يعني الوقت ده كانت تقريبا 6:30 كده 7. كان عندي اكل فاضل من امبارح، يعني كان فاضل رز وبسله ولحمه وكده. فايه رحت غديتهم، والاكل بقى كده خلاص. يعني كان فاضل ايه اكل يعني من امبارح كده. سخنت لهم الرز في الميكرويف، وسخنت لهم ايه الخضار واللحمه على البوتاجاز كده، وغرفت لهم واكلتهم. طيب انا بقى وجوزي هنتغدى ايه؟ رحت كده كان فاضل عندي حبه عدس كده في البرطمان. تمام. رحت فضيتهم كده. دي كسرولة مخليها للايه للسليق، يعني عشان كده لونها مغمق كده. فانا مخليها ايه للسليق بس. تمام، لان انتوا عارفين السليق بيسود الالومنيوم. فبشطف كده بقى ايه معايا العدس بتاعي، وهروح طبعا نقيته، بس بشطفه كويس بحب اغسله يعني كويس جدا. وبعد كده اروح احطه في البوتاجاز. في البوتاجاز على البوتاجاز هحطه على البوتاجاز يتسلق. تمام. عقبال ما اغسل بقى ايه حبة المواعين اللي انتوا شايفينها دي، لبانة بقى وحلة بتاعت البسلة وحلة بتاعت الرز. ففرح ايه مواعين بقى. وكمان كانت الكوبايات. اليوم ده تقريبا كان يوم كان عندنا درس. هو الفيديو ده يعني تقريبا من اسبوع كده. تمام، عشان كده برضو ايه مش فاكرة كنت عاملاه امتى بالظبط. فكان تقريبا كان عندنا درس، وكنت لسه ايه جاية من بره. فغديتهم، وبعد كده قلت ايه اعمل بقى غدايا انا ايه وجوزي كده، واغسل بقى ايه اتسلى بقى في شويه المواعين دول، والعدس بيتسلقوا. تمام. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب، وتسيبوا لي بقى كومنت حلو ايه زيكم كده. انا قلت النهارده كده ايه اشارككم يومي كده، يعني كان يومي كله النهارده كان في المطبخ. تمام. اول حاجه بقى بعملها كده بغسل الازايز. دي اول حاجه بعملها، بحب الاول اغسل الازايز، وبعد كده بقى اغسل الكوبايات، وبعد كده الاطباق، وبعد كده الحلل. وانا حاطه المفرش ده كده بيشفط. يعني الصراحه الفوطه دي جميله جدا، بتشرب الميه بطريقه فظيعه. بحب قوي اصفي عليها المواعين، مع اني عندي صفايه مواعين، لكن ايه بحسها كبيره كده وبتاكل الرخامه. وايه بقى كمان سيبكوا بقى اللي هي بتاكل الرخامه. لما بصفي فيها المواعين ما بتتشالش في الدولاب. يعني ايه ما بتتشالش في الدولاب؟ يعني بفضل سايباها جوه الصفايه دي، وبسحب منها ان انا عايزاه. فاهمين قصدي ايه؟ فعشان كده ما بقتش استخدمها الصراحه، لانها بتبقى بحس بقى ان المطبخ دايما مكركب. اجي ايه ابقى داخله المطبخ، اقول دلوقتي هاخد المواعين ارتبها، طب اروح اعمل مش عارفه ايه، وبعد كده ارتب المواعين. فادخل المطبخ مثلا عايزه اعمل قهوه، اروح واخده كوبايه واشرب. بغرف اكل، اروح واخده بالمطبقيه دي واغرف، وهكذا بقى. فكنت بحس ان المطبخ زحملي المطبخ كده. هي طبعا عادي، في ناس بيبقوا حاطين مطبقيه على الرخامه بتاعتهم وبيستخدموا منها اساسا. بس انا ما عنديش رخامه كبيره يعني، فبحب دايما الرخامه اللي عندي تبقى متروقه، لان انا ما بحب الزحمه في المطبخ خالص. فشلتها، بمعنى اصح كده شلتها، وبقيت ايه الفوطه دي طبعا مش هينفع اسيب عليها المواعين على طول، لان المواعين عايزه ايه اول باول كده تشيليها، لانها هتقع. يعني لو فضلت حاطه مواعين فوق بعض كده هتقع. فالفوطه دي بالنسبه لي احسن يعني. هنا بقى بغسل الاطباق وعلى طول ايه بشيلها كده كده كده. انا عندي الرشاقه دي صفايه يعني، وعلى طول بشيل الدرج بتاع اللي هي بتتصفى فيه ده، وبغسله على طول يعني. انا باخد خلاص خلصت الازايز وخلصت الكوبايات. بغسل ايه الحلل. الله اكبر الله اكبر يا عزيزي يا رب. فكرة انا بسجل لكم الفيديو ساعة اذان الفجر. كنت النهاردة بعمل حاجات كتير قوي في المطبخ. كنت بسيح سمنة وموال يعني كده، وشطبت المطبخ خالص. كان نفسي اصور معاكم والله اليوم ده، بس ما عرفتش اصور يعني. بس والله لسه مخلصة، وعشيت بقى جوزي وكده لما جه من الشغل ومش عارفة ايه، وشطبت المواعين.
يا دوبك لسه كنت قاعدة يعني من ساعة كده، يعني مخلصة على الساعة 3 كده. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ده الأذان الأول بتاع الفجر، مش الأذان الأساسي. هنا ايه بقى، بغسل اهي المعالق وكده برضو اللبانة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وكده ايه خلصنا المواعين بتاعتنا. عقبال ما العدس بتاعي كان بيتسلق. يعني انا داخله المطبخ تقريبا 6:30، على فكره كانت 7:15 كده كنت مخلصه، كنت عامله الغدا بتاعي. وبصوا انا بستغل ايه يعني فرصه كده يبقى عندي اكل بايت. انا قلت بقى فرصه عندي اكل بايت كده، خضار ورز، لان طبعا الاكل الشعبي ده ولادي ما بيعرفوش ياكلوا للاسف. بس والله ادم قال لي هاكل معاكي واداقه يعني عجبه. قلت بعد كده بقى ايه ابقى اجربه كده اكله لهم كده على طول. طبعا العدس ده مفيد جدا جدا وكله قيمة غذائية، بس هما بيحبوا العدس الاصفر وانا مش بحبه العدس الاصفر، لكن العدس دوت ملهمش فيه قوي يعني. بس هحاول برضو ايه اكله لهم. العدس طبعا دوت يعني فيه بروتين وفيه كميات غذائية عالية قوي. هنا بقى ايه بشرت بصلاية. تمام، بصلاية صغنطوطة كده. وجيت بقى هنا كده هحط حبة زيت زي ما انتم شايفين. تمام كده، واحدة واحدة بقى معايا. جربوا العدس بالطريقة دي هيعجبكم جدا جدا. حطينا معلقة الزيت. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هحط بقى بعد الزيت كده هحط ايه البصلة اللي احنا فرمناها، وهحط معلقة كمون على البصلة دي. تمام، لأن العدس بيحب الكمون. وقلبي بقى البصلة بتاعتك. عندك بقى هريسة حطي، هريسة شطة. عايزة تقطعي فلفل حتت صغنططة حامي او كوبي زي ما انت عايزة برضو حطي. انا هقطع حتة كده فلفل كوبي، اشوحها مع البصل بتديها ريحة حلوة قوي. بصوا الفلفلة لقيتها من جوه بايظة كده، مع انها من بره كانت سليمة، رحت رميتها وهجيب فلفل تاني. يعني انا جيت اقطعها لقيتها من جوه مش حلوة يعني. بصوا كده، وانا واقفة على البوتاجاز بقطعها كده جوه الحلة عادي حتت صغنطوطة خالص مع البصلة، بقى بتدي ريحة فظيعة. مع زي ما قلت لكم هنا كنت بزود العدس ميه عشان يستوي يعني. اول بقى ما البصله تحمر معايا مع هريسه الشطه مع الفلفل الاخضر، انزل ايه بمعلقه صلصه من اللي هي في البرطمان الاول، اديها تشويحه مع البصل. تمام، وبعد كده بقى ايه احط الصلصه بتاعتي. بس كده بزود كده ايه حبه ميه بس، عشان الصلصه بتاعتي طبعا متسبكه جامد قوي. وكده ايه هسيبها بقى ايه طبعا الصلصه دي كانت في الفريزر، هسيبها بقى تفك كده مع حالها. وبعد كده جيت بقى كنت جايبه بتنجان اللي هو العروس ده الطويل، هنقليه ونعمله مخلل بطريقه حلوه قوي. بص انا هنا ايه اهو بغسله وبحطه في الطبق كده زي ما انتم شايفين. وبشيل ايه العرق الاخضر اللي هو بتاعه من فوق. وعندي فلفل احمر هريسه هنا، انا على فكره عملت هريسه الشطه في الفيديو ده، كنت لسه ما عملتش الهريسه. جبت بقى ايه كده 3 قرون فلفل احمر كده، عشان هدقهم وهوريكم هنعمله ازاي. كده بصوا بقى العدس بتاعي اهو خلاص كان اتسلق. بشطفه كده في المصفى. بصوا يعني ايه انا شغاله اعمل هنا شويه وهنا شويه. بعد كده بقى هفتح البتنجان بتاعي ده، وكمان جبت كام قرن فلفل اخضر كده اقليه مع البتنجان. بصوا اهي المواعين بتاعتي بتتصفى. بس طبعا بصوا المواعين مش مكفيه، فهضطر ان انا اشيلها طبعا. عشان كده بقول لكم حبيت الفوطه دي اكتر من الصفايه يعني بتاعت المعلقه. بصوا كده بقى خلاص هنزل بقى بالعدس على الصلصه بتاعتي. حطي بقى مكعب مرق. تمام، حطي بقى ملح، حبه فلفل اسمر بس ما تحطيش بهارات ياما، هو كمون وحبه فلفل اسمر فقط لا غير. سيبه بقى يغلي غلوه مع العدس، وهنا هبتدي ايه
اقلي البتنجان بتاعي، وبعديها اقلي كام قرن الفلفل كده. بصوا هنا بقى عملت جبت حته توم من الفريزر انا مفرزاه، وقطعت الفلفل كده لان كنت لسه ما عملتش هرسه الشطه. تمام. وهدقه بقى بالهون. انا هنا قلت بدل ما اطلع الكبه الهون اسهل يعني، عشان الكبه بتاعتي كبيره مش صغيره. وبقى نستخدم بقى الهون بتاعنا كده، نرجع لايام زمان يعني. الهون ده عايز اقول لكم بقاله زمن ما طلعش، ان انا اساسا من زمان وانا بفرز توم. بدق بقى كده التوم بتاعي، والبتنجان بتاعي خلاص خلص. ده بقى كان توم وفلفل احمر وكمون وليمون. توم وفلفل احمر وكمون وليمون وشطه، بس كده. تمام. وببتدي بقى البتنجان بتاعي اللي قليته افتح كده واحشي. طبعا كل ما تكتري الليمون وتكتري الكمون في البتنجان ده بيبقى حلو قوي. وحاولي ما تكتريش التوم قوي يعني، عشان بيبقاش كأنك بتاكلي توم. لا، البتنجان يعني عشان تستطعمي طعم البتنجان مع الشطه كده بيبقى حلو قوي. ما بحبش اكل البتنجان بتوم ياما، سواء ده او اللي هو المخلل اللي احنا بنسلقه يعني. انا بفضل المقلي اكتر من المسلوق. هنا ادم كان واقف جنبي وعمال يقول لي ايه ده ومش ايه ده وكده يعني. بس بقى حشيته كله. بص منظره يفتح النفس فظيع. بصوا كده بقى خلاص. انا بقى كان جوزي لسه ما جاش. غرفت لي بقى طبق العدس ده مع طبق الفلفل مع البتنجان، وجبت لي بقى رغيفين عيش وعصرة ليمونة، وقعدت بقى دبتها اكلتين. بص كان طعمه رهيب رهيب رهيب. انا جوعت دلوقتي وانا بكلمكم على العدس ده. بجد من الاكلات الحلوه جدا جدا، وبيكون طعمها حلو قوي. ولو قعدتي كده فتحتي في الاكل مش هتقومي. زيها زي الحوادق كده، انا بعشق الاكلات دي مسقعه. العدس الحاجات دي. بس كده بقى كده الفيديو خلص معانا. واقول لكم ما تنسوش تحطوا اللايك، ومع السلامه.